ساعات الواحد ينظر إلى نفسه أنه لا يصلح لشيء، أو ساعات يتقال على شخص لا ده ما يجيش منه، أو للأسف واحد يقول ده ما ينفعش يخدم. وهو أنت كنت تنفع تخدم؟ وهو في حد يعرف يخدم؟ أحيانا نحكم على أنفسنا أو على الناس أن هم مقصوفين، يعني ما ينفعوش. اللي أنت بتقول عليه ما ينفع عند ربنا يسوع ينفع. دي الرسالة اللي عاوز أوصل. اللي أنت شايفه ما منوش فايدة عند ربنا يطلع منه فايدة. أول حاجة اقبل نفسك. أحيانا يا أحبائي يبقى الواحد فينا مش طايق نفسه، مش قابل نفسه، شايف غلط فظيع جوه نفسه، وأحيانا الغلط ده يكون ما يتصلحش. ما يتصلحش يعني إيه؟ مثلا ربت عيالها والعيال كبرت وحد منهم ماشي غلط وهي ملهاش كلمة عليه، خلاص إحساس صعب، يفضل الضمير مثقل جدا. أنا فاشلة، أنا معرفتش، أنا، وتبقى الغلط هو اللي شايفاه طول الوقت، مش قادرة تشوف أي حاجة تاني. فيبقى الواحد مش قابل نفسه. أو يكون في خطية كبيرة مسيطرة وعشرات السنين ملهاش دواء. لما تبقى خطية شديدة متكررة سنوات طويلة بتخلي الواحد فتيلة مدخنة، يعني باصص لنفسه انه كل الناس منورة الا هو. تصوروا شمعة مثلا 30-40 شمعة منورة، وشمعة تانية يدوب في شوية دخان خفيف طالع منها كما فيش نور خالص. فيبقى عنده احساس بصغر النفس او احساس بالدونية. الله يقبلنا، ما بيغيرش الحتة دي، لأنه فتيلة مدخنة لا يطفئ، قصبة مردودة لا يقصف. هو نظامه كده، من يقبل إلي بدون شروط لا أخرجه خارجا. طب ده جاي لك حافي، جاي لك ريحته خنازير، ده جاي لك قتيل، ده جاي لك وقد أنكرك، ده جاي لك وهو كذاب طول عمره، ده جاي لك ومش عارف يوعدك انه مش هيرجع للشر، لا أخرجه خارجا. إذا كان ربنا بيقبلك بالرغم من عيوبك، خطاياك، ماضيك، جهلك، اقبل نفسك. لما يجي الشيطان يقول لك ده منظر بني آدم، قول له ربنا عجبه، ربنا قابل. أنا شخصيا معاك، أنا مش شايف أنه منظر بني آدم ولا منظر خادم ولا، إنما هو عجب، هو فتيلة مدخنة لا يطفئ. قد تكون فتيلة مدخنة ومش نافع في حاجة خالص في نظر نفسك، وربنا يعمل منك حاجة. ما تقصفش نفسك أو ما تطفيش نفسك. إذا كان ربنا لا يقصف قصبة مردودة ولا يطفئ فتيلة مدخنة، تيجي أنت تقصف روحك. يعني إيه واحد يقصف روحه؟ ساعات الواحد يكمل على نفسه، يعني كويس الظروف ملخبطة والناس عمالة تقول لك انت وحش ومش نافع، ما تكملش انت على روحك وتغني الأغنية دي أغنية وحشة، تقعد تقول انا فعلا مش نافع، انا فاشل، انا ملياش لازمة، انا يا رب اموت يا الله. طب انت مقصوف لوحدك، ما تكملش على نفسك. اذن افتكر ان ربنا قبلك، وافتكر ان انت اللي بتكلم على روحك لو مشيت في السكة دي سكة غلط. لا تقل في نفسك ابدا انا منفعش. صدق ان ربنا ده بتاع معجزات، بتاع من الشرق للغرب ومن الغرب للشرق. ما تستقلوش بربنا. ربنا ما يحبش يعمل الخطوة العادية، بالذات اليومين دول احنا دايما بنستقرئ الاحداث ونقول بس هي بدل ما تحدف شمال تحدف يمين. ربنا مش بتاع الحسابات المتفائلة. لا الموضوع اكبر من كده. يعني تصوروا موسى واقف قدام البحر، وبعدين واحد بيقول له عارف بس لو الفراعنة دول ما خدوش بالهم احنا واقفين فين وعدوا الحتة دي ومشوا، كان يبقى حل جميل. بس ده حل متوقع بتفاؤل. بس ربنا مش اشتغلش كده، ربنا يشتغل بمعجزة. ربنا يجيب الفراعنة لغاية عندك والبحر قصادك ويعقدها خالص عشان يتشق البحر.
وربنا قليل. انما لو قلت يا الحمد لله الفراعنة عدوا ما خدوش بالهم ان احنا في الحتة دي، ده يبقى كلام المنطق المتفائل. ما هو في منطق متفائل وفي منطق متشائم. ربنا لا في ده ولا في ده، ربنا فوق المنطق، فوق العقل، فوق الحسابات. فانت حتى لو قلت ما انا بأفضل توقعات بالكتير انفع خادم اوزع ورق في الكنيسة، يعني اكتر دور اعرف اعمله، ده منطقك والمتفائل كمان. لكن استنى، بالنسبة لربنا ممكن يعمل منك حاجة تاني خالص. فصدق ان ربنا قادر يشتغل ويعمل معجزات. والمعجزة مش بالضرورة واحد مريض يخف، لا، واحد ما ينفعش ينفع، دي معجزة. ودي بتحصل معانا كلنا. واحد فتيلة مدخنة يبقى منارة بعد كده، يبقى ادي المعجزة هنا. واحد قصبة مردودة، شخص لا قيمة له، يبقى عمود نور في الآخر. ده شغل ربنا. افتخر انك فتيلة مدخنة، افتخر انك عود يابس، افتخر انك قصبة مردودة، افتخر انك لا تصلح لشيء. افتخر بيها، يعني ما تقولهاش وانت خجلان من روحك، قولها وانت فرحان بروحك. عشان بتقول ايه؟ اصل هو ما بيختارش غير النوع ده، فانا فرحان ان انا عجزت ومش نافع في حاجة لان هو غاوي النوع ده. انا فرحان اني مريض ومش ملياش لازمة لان هو غاوي النوع ده. انا فرحان اني مش عارف اصلي خالص بس هو غاوي النوع ده. انا فرحان ان خطيتي ملازماني مع كل السنين دي بس هو برضو بيحب النوع ده.